السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنس رضا، والنهاردة إن شاء الله هنشرح كده بشكل سريع المنهج كله بتاع الجيومتري. يعني أنا مجمعه في الورقة زي كده، وورقة تانية مجمع كل القوانين ومجمعين كل الحاجات المهمة في الورقة اللي زي كده. طيب نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم كده في أول حاجة خدناها عندنا في المنهج، وهي السيميلاريتي. وعرفنا ان لو في similarity فانا في كده البروبوشنال بعملها. لو انا عندي مثلا A B C similar لتريانجل X Y Z، فاذا انا عندي هرص رصة البروبوشنال، وهي ان عندي هنبتدي بال A B وبعد كده ال B C وبعد كده ال A C، وهنا برضو نفس الحكاية. قالك ان انا عندي لازم يطلع لي من البروبوشنال ده حاجة اسمها سكيل فاكتور. السكيل فاكتور ده اللي هو الفراكشن اللي هو بيبقى فيه رقمين صحيحين، اللي هو بيبقى كامل، يعني ما فيهوش اي رموز ولا اي حاجه. السكيل فاكتور ده لو اكبر من ال1، لو اكبر من ال1 يبقى ماجنيفيكيشن وانلارجمنت. يبقى تاني، لو السكيل فاكتور ده لا اكبر من ال1 يبقى ماجنيفيكيشن وانلارجمنت. طب لو ايكوال ل1 كونجرانت، لو اكبر من 1 الحاجات دي حفظ، يعني هي بتتحفظ. ولو سمولر ذان ال1 او يعني اصغر من ال1 واكبر من الزيرو تبقى شرينكينج وميني. تمام كده. كده بالنسبه للسيميلاريتي في اول حاجه خدناها خالص عندنا في المنهج، خدنا حته اللي هي بتاعت التراينجل. وعرفنا ان انا لو عندي خط كده بارلل ليه، يعني الاي دي بارلل لسي بيم، اذا انا كده الشيب ده بيقول لي ان التراينجل الصغير ده سيميلر للتراينجل الكبير اهو. يبقى سيميلر، يبقى ده سيميلر للتراينجل ده. بس تمام كده تمام. ولما اجي طبعا برص البروبوشنال باخد بنفس العدله، يعني مثلا هاخد A B C، هاخد A D E، يعني بنفس العدله كده اخد الاتنين مع بعض. نيجي للي تحت دي، لو البتاع الخط اللي جوه ده بيبقى مايل لجوه، مايل لتحت كده، فاذا انا عندي برضو تريانجل اكس ال كي بيبقوا زي بعض، يعني سيميلر. ولكن اما اجي باخدهم بقى مع بعض باخد ده عكس ده. يعني لو ده اخده من اليمين التاني اخده من الشمال، لو ده اخده من الشمال التاني اخده من اليمين. لو اقول لك مثلا، اديك مثال، اقول لك مثلا الاكس كي ال، انا خدت ده من هنا، اذا التاني اخده من الناحيه التانيه اللي هي قصاده، يبقى اكس واي زد. ادي كده اول حاجه اهو، اول معلومتين خدناهم. طيب نيجي هنا للريشيو سايد والريشيو بريمتر والريشيو اريا. طبعا احنا عارفين ان الريشيو سايد اللي هي بيكون ومعلومه برضه عشان قبل ما ننسى، السكيل فاكتور اللي بيبقى فوق ده، فين السكيل فاكتور ده بيبقى ريشيو سايد. ليه؟ لان كده كده ده السايد بتاع التريانجل. نكمل، عندي الريشيو سايد وعندي الريشيو بريمتر، الاتنين بيساووا بعض. يعني لو قال لي مثلا الريشيو سايد وهات لي الريشيو بريمتر، يبقى كده يعني شايفنا بقى مش تمام. كده سهله جدا، احنا هو الرقم. طيب لو الريشيو اريا بقى، عندي كده الريشيو اريا، لو الريشيو اريا فانا عندي لو هروح، هو عامه الريشيو اريا دي حاجه كبيره، فانا لما باجي انزل لها، يعني انا دلوقتي من الريشيو بريمتر او الريشيو سايد بنزل للريشيو. لو انا معايا دلوقتي ريشيو سايد ومعايا ريشيو بريمتر، عايز اروح للريشيو اريا يعني بعمل باور 2. طب انا عايز اطلع فبعمل روت على اساس انها اصغرها. طيب نيجي للي بعد كده، عندي 2AB. لو عندي 2AB equal 3XY XY، فاذا انا لو شفت الشيب ده في اي حته في اي مكان في الدنيا كلها، انا يبقى ال 2 دي، يبقى الاكس واي بيساوي 2. هنبدل الارقام، يبقى الريشيو كده سايد هيبقى الاي بي بيساوي 3 اي بي، عكس يعني الرقم اللي جنب خد تاني هو ده يبقى ايكوال ليه. واكس واي ب 2 اللي هي اللي جنب الايه، اللي جنب الاي بي. طيب قال لك ان في 3 حاجات، الثلاث حاجات بيبقوا سيميلر لبعض. اول حاجه 2 سكوير، 2 سكوير. تاني حاجه ان 2 equilateral triangle. تالت حاجه ان انا عندي 2 regular بوليجون، ولكن مش اي regular بوليجون، لازم البوليجونز دي تبقى equal في السايد، يعني same number of side. يعني ايه equal في السايد؟ يعني مثلا انا لو رسمت لك بوليجون 6 سايد ورسمت لك بوليجون 5 سايد، هم ريجولار، الاثنين ريجولار، ولكن السايز مختلف. لما السايز يبقى مختلف يبقى السيميلر مش هيتحقق.
ده شرط مهم جدا. نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي الاكليديان ثيرم. والاكليديان ثيرم اللي هو عندي مثلا ترينجل زي كده، هقول له الاي بي باور 2 بيساوي، اهو الاي بي بيساوي، هاخد البي دي وهاخد البي سي كلها، يعني مره هنا ومره هنا. طيب لو معايا الاي سي، طبعا معايا اي سي نفس اللي عملناه هنا نعمله هنا، فهاخد كده مره كده ومره كبيره اللي هي سي دي وسي بي. نيجي بقى لو انا في النص، لو انت بقى في النص هتاخد مره يمين ومره شمال، اللي هو البي دي او الدي بي، وبعد كده الدي سي. تمام. وطبعا الثري تريانجل يعني الكبير وده وده بيكونوا سيميلر. دي كده اول ورقه وبسيطه وسهله ما فيهاش اي حاجه. هنحفظ القوانين دي وان شاء الله نخش على في الامتحان، يعني هي مش الحاجات دي الاساسيه، احنا كده دي الحاجات الاساسيه. طيب نيجي بقى برضو الحته في كده، عندنا حته في المنهج اللي هي كانت يعني بيبقى عندي انترسكت ف يعني بيقسم حاجه اتنين. طيب عندي لو هي من جوه، بص بقى انا عندي حالتين. لو هي من جوه حضرتك انا هعمل ايه؟ لو هي من جوه فانا عندي الاي سي يعني زي بروبوشنال كده صغير، الاي سي والاي بي بيساوي، يبقى انا كده باخد هنا وباخد هنا، وباجي من نهايه اللي هو الانترسكت الخط ده كده، وبقول ان الدي سي والدي بي زي الاكليديوم ثيرم كده. يبقى انا بجيب، لو شفت الشكل ده بعمل البروشنال بتاعته ازاي؟ سهله جدا. انا بجيب الخطوط اللي بره اللي هي اوت سايد، وبعد كده بنزل لاخر البتاع تحت، حتى لو كان قلبه فانا كده كده انا بنزل للاخر، وباجي اجيب مره من هنا ومره من هنا. سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. نيجي للاي دي، ازاي بقى تجيب الاي دي ذات نفسه؟ قالك انت هتعمل روت كبير، روت كبير قوي، وهتكتب الاي سي اللي احنا كنا كاتبينها والاي بي تايمز ماينس الدي بي والدي سي، اللي هو باختصار كده عشان بس ايه نستخلص الحاجات من بعضيها عشان نربط كل حاجه ببعض. انت بتمسك ده تضربه بقى، يعني دي ودي تضربهم في بعض ماينس دي ودي ضرب في بعض. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. نيجي للحاله اللي بعدها، ده لو انترسكت من بره، انترسكت في الاوت سايد. طيب انا بعمل ايه بقى في الحاله دي؟ انا بمسك الاي بي وبمسك الاي سي يعني كده وكده. طيب وبجيب، طب دي سهله خلاص. طب عشان اجيب بقى، لا سوري، احنا بنمسك الاي بي والاي سي في التانية نسيت اقولها، وبمسك الدي بي كلها، وبعد كده الدي سي، يعني بمسك مره كده ومره كده. اوكي. طيب نيجي بقى ازاي اجيب الاي دي بتاعي، اصلا الاي دي اللي هو بتاعي اللي قاطع، ازاي اجيبه؟ قالك بكل بساطه حضرتك هتجيبه عن طريق ان انت التاني مش الاول، يعني فوق كنا بنعمل الاول، التاني تضربهم في بعض ماينس الاول. بس سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. طيب نيجي برضو لهنا، بيقول لك هنا الانتيريور، دي حاجه حفظ بقى. انت شفت دلوقتي انتيريور واكستيريور بايسيكتور انجل ار بريبنديكولار، يعني الانتيريور انجل والاكستيريور انجل بايسيكتور بيتقابلوا اوف انجل ار بريبنديكولار. هيجي طبعا يشيلك البريبنديكولار بارلل، مثلا بارلل ولا بريبنديكولار ولا كذا ولا كذا، طبعا هي حفظ، هي تبقى بريبنديكولار. طب قال لك جاب لك بقى انترنال، لا اول ما يقول لك انترنال يبقى بارلل، يبقى تاني internal واكستيريور بايسيكتور انجل يبقى بريبنديكولار. طب لو جاب لك اكسترنال بايسيكتور ايسوسيلس ترينجل ويقعد يرمي على نفسه، لا انا اهم حاجه عندي ان انا اشوف دي بره على طول. دي حاجه حفظ يعني مش محتاجها يعني. نيجي بقى للحته بتاعت السيركل دي. حته السيركل انا كنا عندي 3 كيسز بيتقابلوا من جوه وبيتقابلوا من بره وبيتقابلوا من بره بس عن طريق تانجنت. طيب نيجي بقى هنا لاول كيس، وان انا بيتقابلوا جوه سهله جدا، صغير في صغير. يعني مثلا انا همسك دلوقتي مثلا ثانيه واحده بس دي كده نكتبها همسك كده اقول لك ايه، اقول لك اي سي في تايمز اي دي، ماشي، واقوم جاي بقى هنا اي اي تايمز اي بي. سهله ما فيهاش اي حاجه، نخش على اللي بعديها. طب انترسكت من بره، لا ثانيه واحده، انا انترسكت من بره همسك لارج كبير في صغير. يعني هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل الاي دي صغير اهو، انا بمسك المحور فين، النقطة التقابل فين اهو، بمسكها كده وبقول كبير اللي هو A B
تايمز اي سي. ولو بدلت عادي، انا كده كده هنا مبدل يعني عادي، كتبت الاي دي الاول بعد كده الاي سي، مش هتفرق في الترتيب. وهنا نفس النظام. نيجي للكيس الاخيره. الكيس الاخيره يقول لك ايه؟ تانجنت. التانجنت سهله، يعني انت بتكتب الاي بي باور 2 بيساوي الاي سي والاي بي. ده هنا في غلط، احنا المفروض الاي دي هنا كده الدي، هنا الدي كده الدي، يبقى الاي دي بيساوي بقى ايه؟ اي سي واي بي. بس سهله تمام كده. تمام، نخش على اخر حته دي بتاعت البره اللي الحتت دي. كده كده دي قد دي. لو قال لك مثلا ايه قد بي قد سي قد دي، قول له تمام ماشي. فيبقى كده بالنسبه لي اف واي ال زد برضو قد بعض، سهله ما فيهاش اي حاجه. نيجي هنا اللي بعدين، قال لك الباراليل دي لما بنشوفها كده بحر بروبوشنال، ماشي. وبكده يكون يعني كده باختصار الجيومتري في ورقتين، سهله وبسيطه. دي القواعد الاساسيه اللي انت تعتمد عليها قبل الامتحان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.